ترتيبات القدر، استبعاد كوكا وانضمام ياسر ابراهيم، واخيرا لجنة الانضباط بتستدعي الشيبي، والمفاجأة الكبيرة جدا مد القيد في مصر لشهر فبراير. وطبعا كلنا عارفين الاسباب ليه، عشان عندنا ننوس او دلوعة. حلقة جديدة من المشجع هنتكلم فيها عن كل اللي قلناه، لكن ما تنساش تعمل متابعة على الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، واللايك والكومنت والشير. تعال اقول لك ان ترتيبات القدر السعيده، تعال نبدا بالسعيده، ان تلاقي ان لعيب زي ياسر ابراهيم بينضم للمنتخب. وفي اللحظات الاخيره كان فاضل حوالي ساعه على قفل القيد الافريقي للمنتخبات والقائمه النهائيه عشان يتم انضمام ياسر ابراهيم. وده زي ما يكون هو مكافاه ربنا والقدر على تعبه ومجهوده وعلى احترامه وادبه. خد بالك، لازم تاخد بالك وتركز كويس قوي في قصه احترام وادب ياسر ابراهيم في تعليقه على قرار استبعاده من المنتخب. الراجل قال ان انا كان نفسي اكون موجود مع زمايلي اكيد، ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، وبتمنى لزمايلي ان هم يرجعوا بالكاس، فيكون القدر رحيم بيه وان هو ينضم للمنتخب. طبعا تم استبعاد اللاعب اسامه جلال للاصابه عشان يدخل مكانه ياسر ابراهيم كمكافاه من القدر على مجهوده وتعبه في الفتره الاخيره، وعلى احترامه وادبه واخلاقه لنفسه. لعيب كبير، لعيب راجل، لعيب يستاهل ان هو يكون في منتخب مصر. ولكن القدر زي ما بيكون فيه حاجات سعيده ساعات بيبقى فيه حاجات حزينه، منها قرار استبعاد كوكا نتيجه الاصابه ودخول مهند لاشين مكانه، ونتيجه ان هو عنده مشكله في الاربطه. طبعا كوكا كان لعيب كان صغير، لعيب كان مهم ان هو يبقى موجود في المنتخب فتره زي دي، لان هو كان تكتيلا لمجهوداته الكبيره جدا في كاس العالم للانديه مع النادي الاهلي، وخبرات هتضاف له. ولكن ان شاء الله باذن الله القدر يكرمه ويكون ليه فرصه في حاجات تانية احسن واحسن واحسن، لسه قدامه المستقبل طويل. ده بالنسبه لقصه المنتخب استبعاد كوكا وانضمام ياسر ابراهيم. نيجي للنقطه الثانيه وهي نقطه مهمه جدا. لجنه الانضباط اخيرا بعد تقديم النادي الاهلي شكوى ان لجنه الانضباط لتدخلها في تطبيق اللائحه والقوانين اللي بتقول ما ينفعش لاعب كره قدم يخرج بره المحيط الاخضر ويلجا للمحاكم والقواضي والنيابه في شيء حصل داخل المستطيل الاخضر، وان هو هنا بيخترق القوانين واللوائح. لجنه الانضباط اخيرا سمعت في شكوى النادي الاهلي وقامت بدورها بعد شكوى النادي الاهلي، وقررت ان هي تستدعي اللاعب وان هي تنظر في امر محمد الشيبي لاعب بيراميدز اللي طبعا راح النيابه وعمل محضر عشان حسين الشحات والخناقه الشهيره اللي احنا شفناها اللي تم الحكم فيها على الشحات من لجنه الانضباط بايقاف مباراتين، وبالرغم من اعتذار حسين الشحات ليه. لكن طبعا احنا كلنا عارفين ان الشحات عمل القصه دي، الشيبي عمل القصه دي كلها، وبيراميدز عاملين القصه دي كلها عشان مقايضه النادي الاهلي. انت عارف ان هو كان فاكر ان هو لما ينشئ نادي اسمه بيراميدز عشان يكسب بيه بطولات ويبقى هو رقم واحد في مصر وافريقيا، كانوا فاكرين الموضوع بالسهوله دي. لكن للاسف فشل ذريع زي ما انت شايف، صفر في كل حاجه، صفر في البطولات، صفر في المشاركات، صفر في المواجهات مع الاهلي، صفر كبير في كل حاجه. فكان ان الموضوع خلاص انا هكيدك او هضايقك، وان انا استغل موقف زي ده، موقف بيحصل في الملاعب بشكل كبير. شفنا زين الدين زيدان، شفنا لعيبه كتير يعني، ولكن اشهرهم زيدان لما خد الكارت الاحمر في ماتش فرنسا وايطاليا. شفنا كل الحاجات دي وشفنا لعيبه وشفنا و عمرنا ما شفنا لعيب بيروح للمحكمه او لعيب بيروح للنيابه عشان يعمل القصه المفتعله دي بعد ما تم الاعتذار ليه وموقف خلص جوه الملعب في وجود هاني سعيد. ولكن الغل والحقد ومحاوله مضايقه الاهلي ومكايدته او محاوله الانتصار عليه في اي شيء حتى لو بره الملعب، ده طبعا كلام اللي تحاول يتعمل. ولكن القوانين واللوائح بتقول ان احنا ما ينفعش يحصل ده، وما ينفعش ان اللعيبه تروح بالشكل ده، وان ده شيء بيعرض اللعيب للايقاف وبيعرض النادي لمشاكل كبيره جدا. لجنه الانضباط لما تدخلت انا شايف ان هو قرار متاخر جدا لانه جه بعد شكوى النادي الاهلي. طبعا طلع بعض الاعلاميين بيقول لك ان الشيبي ولما حاول ياخد حقه في المره الاولانيه خد قلم في الملعب، ولما راح النيابه ياخد حقه خد قلم تاني من لجنه الانضباط. وده بالنسبه لي اعلام ابيض متزملك بيدس دايما السم في العسل، لان هو المفروض ان ده اعلام رياضي فاهم ان القوانين بتقول المنظمه للمباريات والكره القدم وللرياضه دي ان ما ينفعش الحته دي مشاكلها تروح في الحته دي ليها سيستم ونظام. ولكن الزملكاويه ساعات بتغلب،
يعني الحس الابيض جواك للاسف ساعات بيغلب، وللاسف في المشجعين اللي ما بيصدقوا يسمعوا الكلام ده، وفي ناس كتير بيتكلموا انه لا وازاي وده والقانون والدستور ومن حقه وبيكفل. فتعالى اقول لك بس ان الدستور، عشان بس الناس اللي بتتكلم وبتقول الدستور والناس سخنت قوي، والناس كلها طبعا انت عارف ايه الروح البيضاء اللي جواهم بقت بتتكلم بشكل ايه عنيف على قصة الدستور. تعالى اقول لك ان الدستور بيقول ممارسة المادة 84 من الدستور المصري بتقول ايه يا فندم؟ بتقول حضرتك ده في الباب الثالث من الحقوق والحريات والواجبات العامة. المادة 84 بتقول ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. وينظم القانون شؤون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية. تاني، وينظم القانون شؤون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية. ده الدستور. فالقانون هو اللي بينظم، فالقانون والمعايير الدولية للرياضيات هي اللي بتنظم. طب الفيفا والكاف بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان اي نادي، ولائحة الاتحاد المصري بتقول ان اي نادي، ولا الاتحاد الافريقي، ان اي نادي يشارك في افريقيا او يشارك في مسابقات، ان هو ما ينفعش يخرج من الملعب ويلجأ للمحاكم والقضاء المدني، وان هو ملتزم باللوائح والقوانين واللجوء للفيفا او للكاف او للاتحاد اللي بينظم البطولة. طيب هل الكلام ده حسين الشحات يقدر يعمل اكتر من كده؟ يقدر يلجأ كمان للكاف، ولو قدم للكاف، الكاف هيعمل غرامة 10,000 دولار على النادي، وكمان يمنعه من مشاركة في البطولة الحالية ليه في افريقيا او البطولة اللي جاية. وتقدر تخش تشوف الموضوع ده تفصيلا في اللوائح والقوانين عند استاذ اللوائح والقوانين. طبعا هو موضح كل الكلام ده بشكل واضح وصريح وقاطع عشان ندي الناس حقوقها، وجايب كل اللوائح وكل القوانين وكل الحاجات اللي بتوضح الموضوع بشكل القانوني، واللوائح في الاتحاد المصري واللوائح في الكاف والفيفا، وخطوات حسين الشحات اللي يقدر يعملها كمان ويصعد الامر اكتر واكتر. طبعا زي ما قلت لك تقدر تخش تشوف كل الكلام ده تفصيلا على صفحة الاستاذ عامر العمايرة، الراجل خبير اللوائح اللي موضح كل الكلام ده تفصيلا باللوائح الاتحاد المصري او الاتحاد الافريقي بشكل كامل. تقدر تشوفها وتعرف الموضوع ماشي ازاي بشكل اكبر. ولكن قولا واحدا، حسين الشحات والنادي الاهلي مش يعني لن يتراجع الاهلي في اخذ حقه في الموضوع ده بالذات، عشان بس الامور تبقى واضحه، وعشان كل نادي او كل حد تسول له نفسه ان هو يفتكر ان هو ممكن يضايق الاهلي يعني يعرف حجمه بالقانون. نيجي بقى للنقطه الاخيره، وهي النقطه اللي انا مش قادر افهمها. طبعا احنا عندنا نادي احنا كلنا عارفين، زي انا ما قلت، الدلوعه عندها مشكله في القيد، لان الدلوعه مش مدفوع. طبعا زي ما انتم عارفين الدلوعه عندها مشاكل، ان هي في لعيبه رفع عليها، في غرامات ما بتتسددش، في مشاكل مع مدربين، في مشاكل مع اجهزه فنيه، في مشاكل مع مشاكل كتير في كل حته. فموقوف القيد عن دلوعه الكره المصريه. فجه يناير لسه ما حلناش المشاكل مع الانديه، لسه في مع نادي زي سبورتنج لشبونه مش راضي يقسط الغرامه، لسه عندهم اعياد وعندهم بنحاول نلم الفلوس، بنحاول نظبط. طب نعمل ايه يا سيدي؟ لان القيد في يناير، فيناير لو خلص واحنا لسه ما خلصناش، او الدلوعه لسه ما خلصتش، طب ما احنا كده الدلوعه دي هيبقى بقى تستنى لغايه شهر 6. طب ما احنا في ناس حبايبنا في المجلس اللي هم المفروض جم ووعدوا الجماهير بان هم هيفكوا القيد، طب ما هم مش هيلحقوا في يناير. فهوبا نعمل ايه؟ يقوم اتحاد الكره المصري يقرر مد فتره القيد في الدوري المصري لشهر فبراير. عشان خاطر مين؟ عشان خاطر الدلوعه. وبعد كده تلاقي واحد مخه يصور له يطلع يقول لك اصل الدوله والاتحاد بيساعدوا الاهلي، فالاهلي لا محتاج مد فتره القيد لشهر فبراير. الدلوعه الوحيده في مصر اللي محتاجه مد فتره القيد لفبراير عشان تكون سددت جزء من ديونها. وطبعا احنا الامثله كتير على الدلع، يعني دلوعه الكره المصريه احنا شفنا ده كتير قوي.
شفنا ده وهو بيتبعت رخصه للاتحاد الافريقي والدلوعه تشارك في افريقيا وهي عليها عقوبات والاتحاد المصري اللي يدفع. شفنا ده واتحاد الكره المصري بيخبي جواب بالاتفاق مع عضو مجلس الاداره او رئيس النادي في الفتره المؤقته اللي هو بقى الرئيس الحالي في الفتره الغير مؤقته عشان بوقف القيد عشان الزمالك يعرف يركز وياخد الدوري. شفنا صفقات بتتم واحنا عارفين ان القيد واقف. شفنا مديونيات تتخطى 80 مليون جنيه اتحاد الكوره ما بيطالبش بيها وساكت وهو مش عارف يدي للحكام فلوسها عادي. شفنا اللعيبه بتقيد وهو ما بيدفعش اصلا فلوس للعيبه. كل ده احنا شفناه، كل ده احنا شفناه. شفنا حكام بتيجي للنادي ده عشان النادي ده محتاج بطولات. فقمه الدلع وقمه المهازل اللي احنا شفناها وصل الامر ان احنا بنمد القيد شهر على الشهر عشان خاطر الدلوعه تحاول تتصرف. ولكن للاسف لن ينعدل حال الكره المصريه طول ما الكره المصريه عباره عن اتحاد ووزاره بيخدموا دلوعه الكره المصريه من اجل وهم انها القطب الثاني في الكره المصريه. انا ما اعرفش ليه على اي اساس. لن ينصلح حال الكره المصريه، ولكن مفيش مشاكل. خلي دلوعه الكره المصريه يناموا مبسوطين، لعل وعسى يقدروا يسددوا ويفتحوا القيد على اساس ان فتح القيد هو اللي هيحل له مشاكله. يعني هو دي اللي هيقدر بقى يجيب بيها اللعيبه اللي تنافس على بطولات. فكان نفع نفسه، يعني كان نفع نفسه قبل كده وهو عنده لعيبه لا هيعرف يجيب زيها تاني، لان كلنا كنا عارفين ان هي كانت جايه بفلوس مين، وكانت جايه كلها طبعا ايام ما كان بيجي فرجاني وبن شرقي وجروسو وتجديد طارق والغيارات اللي كانت بتيجي للعيبه والطيارات كان كلنا كنا عارفين على حساب مين طبعا، وما عرفش يعمل حاجه. فمهما عملت، ولكن خلي الاتحاد يخدم، خلي الاتحاد ينام مبسوط عشان دلوعه الكره المصريه. شكرا لكم وشكرا لمتابعتكم، وان شاء الله باذن الله اشوفكم في حلقه جديده من المشجع. ما تنسوش تعملوا متابعه على الفيسبوك، سبسكرايب على اليوتيوب، واللايك والكومنت والشير. سلام.